عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناة أيادي السفود. كالعادة اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد العصير منعش كيجي غزال وزويون وطريقة سهلة، ولكن بواحد المكون ما يطيحش لكم على البال. نبداو على بركة الله. المقادير اللي غنحتاجو جوج خيارات. انا عندي هذا الخيار الصغير زوين، هذا كيكون حلو، وحامضه حامضه تكون جامده. السكر درت 3 ديال الطوبات ديال السكر، واللي بغى يمكن له يدير سديده 3 ديال المعالق ولا 4 على حسب الحلاوه ديال كل واحد. والعنصر الاساسي هو الكليكوز، كيجي غزال واعر، كيعطي واحد لوغو واعر خطير. معلقه كبيره ديال الكليكوز، 2 جيطو ديال الماء. اول شيء دابا غناخذ الخيار غنقيوه هو الحامض وغنقطعوه ومن بعد نرجع لكم. ها هو الحامض قطعته هو والخيار، شوفوا. وبالنسبه للحامض حيدت ليه العظومه، حيت دوك العظومه الا طحناهم كيعطيو واحد المرار خايب. والخيار قطعته بهذا، خليته بالداخل ديالو، ما حيدتش ليه الزريعه ديالو، خليته بها. هي شتيها، خليته بزريعته وقطعته. هذا الخيار الصغير كيكون زوين وكيكون حلو. دابا غنجيب فاش غنخدم باش غنطحن كلشي. غناخذ واحد لاباسين، ها هي اللي غنخدموا فيها. غندير الحامض والخيار وغندير عليهم السكر، من بعد غنضيف الكميه ديال الماء. غنضيف اترو، غنضيف لتر واحد ديال الماء وشي حاجه، ومن بعد انا كنزيد وغادا ندير معلقه كبيره ديال الجليكوز. الجليكوز على فكره مكون الاساسي لهذا العصير، واللي ما عندوش يمكن ما يديروش، ماشي مشكل، ولكن هو كيجي زوين. انا كنديرو به كيجي غزال وزوين وخاتر. دابا غناخذ كميه، نحيد الجليكوز من المعلقه. الجليكوز داير تقريبا بحال العسل، كيخدموا به الحلوى، كيخدموا به بزاف الحوايج. دابا غنبقى ناخذ الماء ونضيفو حتى هو. نحاول في الاول ندير لتر واحد ديال الماء ونزيد عليه واحد شويه، ومن بعد غناخذ واحد البغا ميكسور هي اللي غنطحن بها، حيت عندي كميه كبيره ديال الماء، ما عندي خلاط ما غيهش ليا 2 جيطو ديال الماء كامله. داكشي علاش غنطحن بالبغا ميكسور. اللي عنده الخلاط يخلط يطحن، حاول يطحن بشويه بشويه تيكمل ديك 2 جيطو ديال الماء كامله. دابا غناخذ البغا ميكسور، ها هي، وغنطحن بها هاد المكونات اللي درت كاملين عفوا. هاكا هانتوما. بعد ما نطحن غنزيد الكميه الاخرى وانا كنطحن. من بعد ما كملت دابا غناخذ واحد الصفايه وغادا نصفي العصير ديالي كامل، غنصفيه وغيكون العصير واجد ونخليه تيبرد. ديك الساعه غنقدموه وكيجي زويون ومنعش غزال، يليق لكم في الصيف وفي العيد ان شاء الله. هو جاي. انا كنفضل العصير على المولاضه والصودا، واعره شويه على المعده. ايوا كنتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا هذا العصير بالمكون السحري ديالو، راه كيجي غزال وزوين. ها هو العصير من بعد ما صفيته، شوفوا كيفاش جا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون زوين وينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى لكم شهيه طيبه. دمتم بخير والى اللقاء. شكرا للمتابعه ديالكم. الحبيبات ديالي، قبل ما يسالي الفيديو ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونطير الزوينين ديالكم، وكنتمنى منكم تدعموني وتدعموا القناه ديالي، وشكرا لكم بزاف. واللي اول مره غيشوف الفيديو وما داخلش عندي لاشين يدخل، مرحبا به، وفضلا وليس امرا اكيد دخل عندي لاشين. مرحبا بك وشكرا بزاف لكم.